السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الاتحاد السعودي حوالين العالم. إن شاء الله النهاردة نادي الاتحاد السعودي عنده مباراة مهمة جدا في إطار منافسات بطولة كأس الملك. المباراة مع نادي الفيحاء، المباراة تحديدا هتكون الساعة 5:15 بتوقيت السعودية. أكيد أنتوا عارفين ومتابعين طبعا لأن نادي الاتحاد دلوقتي بيعاني من مشكلات كتيرة، ويمكن أهمهم المشكلة الرئيسية هي مدرب الفريق نونو سانتو، ومشكلات نونو سانتو واعتراضات نونو سانتو على إرجاع عبد الرحمن العبود، ومشكلاته مع حمد الله أو مشكلاته مع كريم بنزيما، واللي زي ما قلت لكم من حوالي كام يوم على الأغلب وبنسبة كبيرة آخر مباراة ليه هتكون إن شاء الله بإذن الله مباراة النهاردة، مباراة الفيحاء. نادي الاتحاد السعودي والإدارة بتاعته يعني خلاص هي وصلت لقرار إن هي لن تجدد لنونو سانتو خلال الأيام المقبلة، والخلاف بس على موضوع الشرط الجزائي. النهاردة المباراة بإذن الله إن شاء الله هيلعب بيها نونو سانتو بتشكيلة هتخلو من اسم من أهم الأسماء اللي انضمت حديثا لنادي الاتحاد السعودي، واللي بكل أسف هيغيب النهاردة بسبب الإصابة، وهو النجم البرازيلي الكبير فابينهو. وصحيفة جول نشرت النهاردة خبر إصابته وقالت: تلقى نادي الاتحاد السعودي صدمة جديدة بسبب نجمه البرازيلي فابينهو متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم. فابينهو يغيب عن نادي الاتحاد في المباريات الأخيرة، حيث كان من المتوقع أن يعود أمام الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 في مسابقة كأس الحرمين الشريفين. لكن صحيفة الرياضية أعلنت غياب النجم البرازيلي عن مواجهة العميد أمام الفيحاء بعد أن رفض الجهاز الطبي منحه الضوء الأخضر للمشاركة. وكانت الصحيفة ذكرت أن فابينو سيغيب عن مباريات الاتحاد الثلاث القادمة وليس ضد الفيحاء فقط بسبب عدم جاهزيته الكاملة على الرغم من استجابته للعلاج مؤخرا. إذن فابينو هيغيب بكل أسف عن مباراة الفيحاء النهاردة في كأس الملك، هيغيب أيضا عن مباراة الشباب يوم الجمعة المقبل في منافسات دوري روشن، وهيغيب كمان عن مباراة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا بكل أسف. ويعاني فابينو من إصابة في وتر القدم أبعدته عن آخر 3 مباريات للعميد الاتحادي في دوري روشن السعودي للمحترفين، ومواجهة القوة الجوية العراقي في البطولة الأسيوية، وكمان 3 مباريات أخرى. وبالتالي النهاردة نادي الاتحاد على الأغلب هيلعب بالتشكيلة إن شاء الله بإذن الله دي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع العليان ولويس فيليبي وحسن كادش وزكريا هساوي، خط الوسط ناجلو كانتي، سلطان الفرحان، رومارينهو، كمارا، بالإضافة ليلى عبد الإله العمري، وخط الهجوم كريم بنزيما وحيدا أو عبد الرزاق حمد الله وحيدا بسبب المشكلات اللي موجودة ما بين الاثنين. في نهاية الحلقة أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.